مساء الخير اعزائي المتابعين والمشاهدين في كل مكان. معاكم سليمان السمعاني المحامي. اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ونسمع عنكم دايما كل سمع خير. اتكلمنا في الحلقه السابقه عن السب والقذف وعرفنا واستفدنا وقلنا كتير، لكن النهارده هنتكلم بطريقه القضيه. يعني في قضيه وفي طعن على العلنيه، لان اصل الجريمه او اساس الجريمه تقوم الجريمه قذف او سب وقذف عن طريق العلنيه، لكن لو ما فيش علنيه يبقى ما فيش جريمه او تعتبر سب لا يرقى لمرحله الحبس، يعني حاجه بسيطه. لكن لما يبقى في قذف، وقلنا القذف انك انت بتتهم شخص معين ان هو عمل حاجه معينه. واحد سرق تقول له انت سرقت مني 50,000 جنيه 100,000 جنيه 200,000 جنيه في يوم كذا كذا، انت اختك شغاله في الدعاره، امك شغاله في الدعاره، ده يبقى اسمه قذف. بس شرط انه يكون القذف ده علني، يعني قدام ناس كتيره وبطريقه علنيه. يتوافر ركن العلانيه، وانا هنتكلم قذف وسب وعلانيه ومكاتيب موزعه على عدد من الاشخاص. يتوافر ركن العلانيه في جنحه القذف والسب اذا ارسل المكتوب الى اشخاص كثيرين يحمل عبارات القذف، ففي ذلك ما يدل على قصد النشر والتشهير بالمجني عليه، وينطبق هذا الفعل على التعريف القانوني لتوزيع المكاتيب كما جاء في المادة 148 من قانون العقوبات القديم المقابلة للمادة 171 للقانون الحالي. إن وسائل العلانية الواردة بالمادة السالفة الذكر لم ترد على سبيل التعيين والحصر، بل جاءت من قبيل التمثيل والبيان، بما يقتضي أن يعهد تقدير توافرها إلى القاضي. يبقى أنت بقول اللي عندك، والقاضي هو اللي يفصل على هدى أو على هذه الأمثال التي ضربها القانون. المحكمة بعد سماع المرافعة الشفوية، دي قضية بقى، بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا، من حيث أن الطعن هذا شكله القانوني. طب ايه هو الطعن؟ واحد كان بيحب واحدة وكان عايز يتجوزها، وبعد كده لما راح يتجوزها لقيها اتجوزت، ده الكلام ده هنقوله في الاخر. فابتدى يعمل كتب ويوزع على ناس واشخاص معينين ويطعن في شرفها، اترفعت عليه قضية ان هو الست دي رفعت عليه قضية ان هو سب وقذف بطريقة علنية، فكان الحكم عليه. لكن في المحامي جو قال لا، الكلام ده هواتي مش صحيح، لانه عشان شرط يكون في علانية لازم العام والخاص يعلم بالموضوع ده. فبعد سماع المرافعة الشفوية